نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. ملعب الزميل العزيز مساعد المحمود. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي اعزائي احبائي في كل مكان، طيب الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا متابعينا مستمعينا من كل ارجاء الوطن العربي الكبير، هنا عبر شاشتكم المفضله SSC. هنا اللقاء المرتقب هنا في كأس الملك سلمان للابطال البطوله العربيه، وهنا من مدينه الامير سلطان بن عبد العزيز بأبها، واللقاء المنتظر الذي سيجمع ما بين اهل طرابلس من ليبيا وشقيق نادي الهلال السعودي. يظهر هنا في هذه اللقطة مالكم المنضم حديثا من سنة سان بطرسبرغ إلى الهلال، وبجواره يجلس سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أحد نجوم كرة القدم العالمية والقادم من البيانكو سيليستي نادي لاتسيو أيضا بقميص نادي الهلال، وبجوارهم حارس المرمى المونديالي محمد العويس، هنا التونسي المخضرم هيثم العيوني يحافظ عليها، اللي بيسير على خطى سمير عبود. حلول الفرديه طبعا لسه لحد دلوقتي كاريو ما ظهرش، بيلعب في مركز لا يريد. سعود اتزحلق كده على الارض، طولت ومرت واصبحت الى خارج الملعب. انطلاقه اماميه ومحاوله من علي ابو عرقوب الى انيس السالتو. انيس كان فوز الهلال على الريان القطري في 2022 يعني غير محدد. عبد الله عطيف رحل الى صفوف النادي. لا زال الضغط اللي موجود الى كره اماميه. هنا ريلسون الى كره طويله عند انيس السالتو، بيحاول اللي جاي يلعبها دلوقتي، وحضوره هنا من هذه الكره من روبن نيفيز. يمرر حد يربط وسط الملعب بالمنطقه الاماميه دي بقى حاجه. انيس السالتو نازل بيدور ان هو ياخد، يعني اقول لك ايه المستوى، لكن اقول لك من الجوله الثانيه هتشوف مباريات قويه. عايز يلعب عرضيه فيها خطوره حلوه من اهل طرابلس، لكنها مرت الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. شوف مين اللي راح الطرف الايسر، محمد عبد السلام المنير اللي كمل فيها كويس، ولكن بالراس كانت عاليه مرت الى خارج ارضيه الملعب. والايمن ميشائيل لعيب حافظ عليها وسط ثلاثه، ولكن الكاتره بتلعب كره عاليه عند ميشائيل، استلم ميشائيل، شوط ميشائيل، ولكن في احضان محمد نشنوش. حلوه اول محاولة للهلال على المرمى بتسديدة من ميشائيل في الدقيقة 3 بلمسة، لكن ترجع الكورة. ضربة مرمى من نصيب نشنوش لطرابلس. يحتاج اللعيبة ان هم يتحركوا. الليبي اللي مأمن بشكل كويس في ارض الميوني، هيثم يمرر كرة امامية ولكن ما يحافظش على. قلنا لكم دكة البدلاء وممكن كانوا نشوفه في شوط عبد السلام المنير، لكن سعود عبد الحميد. وشوف الضغط من انيس السالتو. يمر ميشائيل بعرض الملعب، دي فيها خطوره للهلال في تغيير المراكز ما بين لعيبه الهلال. سعود يا لعيب ولكن المره دي نشنوش والى ضربه ركنيه. شفت التحرك من غير كوره عزيز المشاهد عمل ايه مع الهلال. قناعاته في ارض الملعب وكاريو وخليدو كوليبالي اعلى من الكل، لكنها عاليه والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. اهو امامنا خليدو كوليبالي لكره عرضيه عاليه فيها خطوره، والمره دي بالراس والمعيوف يلعب على الارض. 1-2 جميله ما بينه وما بين سالم لسعود، ولكن هيثم. نشوف الضغط اللي موجود الى كره للامام. هنا شوف الانطلاقه والمنير اللي يهيئ الكرة ابو عرقوب، ولكن رجع المرة. يا من تتابعوننا عبر شاشتكم المفضلة SSC. يلعب على الارض حلوة لمصعب الجوير، ولكن المرة دي احمد كمال التربي يحط جسمه عشان تبقى الكرة الى ضربة ركنية. سدت نزلت لميشائيل ما ظبطتش روبن نيفيز، لكنها مرت والى ضربة ركنية عرضية ما تلاقيش حد الى ميشائيل دلجادو، مرت على يمين نشنوش والى ضربة مرمى. انتفض الهلال. دلجادو يمرر الكرة عند مصعب اللي عايز يعدي، لكن تيري مانزي دخل عليه واصبحت الكرة الى تماس واحد من المواهب. وهنا الكرة حلوة عند سعود عبد الحميد، عدى سعود وعرضية، ولكن نشنوش بادئ الهلال سخن في شوط اللقاء الثاني. وهنا الكرة اللي اتلعبت بالعرض
وهنا اتصل الحمدان، استلم حلو الحمدان حافظ على الكرة. الحمدان هنا الكرة، انيس سالتو هيتصرف ازاي؟ انيس هيتصرف ازاي؟ انيس يا راجل يا راجل الحاجات دي ما بتجيش تاني يا راجل، الحاجات دي بتيجي صدف يا راجل. شوف هنا الكرة اللي قطعها هنا نيلسون، وشوف هنا التمريرة السريعة عند نور الدين القليب اللي لعب البينية. شوف هنا الكرة، شوف البينية عند انيس سالتو اللي راح وانفرد بعبد الله المعيوف، وهو الفريق الذي ضاق ذرعا بعصيان اسيا في الركنيه العاليه. وادي المحاوله مره ثانيه من جديد، هنا الخطوره ولكن اختار السكالي ومعمر الفزاني وبشير الولي، لكن الكره الى خارج ارضيه الملعب والى تماس، لكن حافظ على الكره حلوه مررها اماميه ابو عرقوب يسلم، وبدا كانه هو اللي يرجع مكان روبن نيفيس، لكن البريك برضه له اسمه. ونشوف الكره الخطيره لانيس سالتو، شايل دلجادو يمرر لياسر الشهراني مرة يغادر علي ابو عرقوب، واللي هينزل مكانه ايوب عياد، وردت من جديد حلو عند ميشائيل دلجادو عرضيه من دلجادو، لكن ما فيش اي حد خالص الا تيري مانزي، ولكن يصفر حكم المباراه. كوره من نصيب نادي اهل طرابلس. هو امامنا ميشائيل لراجل طب سابك ليه؟ سبتي ليه؟ لا هو اوكي، هو اللي سابني، بس سابني هقول لك ليه، عشان نزلت صوره مع البيست فريند بتاعي وهو ساعتها قعد يقول لي خلينا اصحاب احسن ومش عارف ايه وبتاع. كان قفوش قوي، قفوش مش فرفوش، يعني المفروض ان واحده فرفوشه زي تاخد واحد فرفوش زيها. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ هو سابك ليه؟ خني. خانك ليه بقى؟ معرفش. هو خانك ليه؟ يعني مع حد ولا ايه؟ ايوه. انت موقفك ايه بقى؟ ما هو ما اعمل ايه؟ سابك ليه؟ سابني. لا انا احنا مش في الكلام ده. هو يا رب. لا احنا مالناش في الكلام ده احنا. متأكدة؟ لا لا انا كنت بضان انا سابتني، ما قلت لك ما سابتنيش. سبتها ليه؟ انا بزهق او بيطلع فيها عيب انانيه ماديه كده يعني. سبتي ليه؟ ده بقى سبته ليه؟ انا ما بسيبش الناس بصراحه، عشان اكون صريحه. هو سابك ليه؟ هو ما سابنيش برضه، يعني هو برضه حتى لو هو يعني في حد صاحبه مثلا قدام سابني مثلا، يعني هنقول ايه عليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل بقى يعني. طالما قوي مش سننا. سابك ليه؟ لا ما سابنيش، انا حد سابني؟ لا ما برتبطش اصلا عشان حد يسيبني. سابك ليه؟ ما ارتبطتش قبل كده والله.